وديك يا عم دوست على فيديو تاني عشان تتفرج عليه على حوار العادات ومش عارف بقى تعمل ايه. بس احب اقول لك ان الفيديو انا مش هطلع اقول لك بقى اشرب ميه واقرا واجري وروح الجيم والكلام ده، عشان كل الكلام ده اكيد اتقال في فيديوهات كتير. بس انا كتبت 7 حاجات ان هو حاجات عاديه جدا، يعني فعلا الواحد لو امتلكهم او عرف يعملهم في السنه بتاعت 2024 دي هيمتلك العالم. مش عايز اقول هيمتلك العالم، بس فعلا هيكون عارف اللي هو جامد موت يعني. والحاجات دي انا كاتبها كده من غير بقى سكريبت، هطلع اتكلم عامة عليها. أول حاجة أحب أبتدي بيها حتة الصلاة. أنا ما كنتش ولا بصلي ولا بعمل أي حاجة خير، يعني كنت ممكن مثلا يعني أطلع صدقة أو كده، بس مش بصلي عشان بقول يعني إن عادي، يعني مش هصلي غير ما أكبر وكل الكلام ده. بس دايما بيحصل كده حتة إن هو إيه، تعرف حد في سنك بيتوفى فتقعد تقول يا لهوي، هو ممكن حد يموت وهو صغير وما يكونش بيصلي؟ طب ازاي؟ طب ده انا هل كنت هصلي عند ما يكون عندي 40 او 50 سنه؟ ده كنت هطلع اعمل حج بقى عشان كل الذنوب تتمحي لي بقى وكده بس، وبعد كده ارجع اصلي يعني. بس يعني كنت بلاقي ناس بتموت شباب زينا، فكش يا لهوي هعمل ايه. وكنت برجع اصلي بعديها يومين 3 عشان كنت بقى لا خايف وكده. بس بعد كده كل سنه طيب، بعديها بحبه ما بقتش اصلي. فايه اللي حصل خلاني اكون بصلي؟ الكلام ده لسه ما بقولوش مثلا شهر، بس الحمد لله من خلال الشهر ده ما بفوتش صلاه. لقيت حد ناشر على الفيسبوك بوست كده بيتكلم عن السيره النبويه، وان ازاي في شخص معين بيحكيها بطريقه حلوه جدا وكل الكلام ده. فقلت اخش اشوف فيديو. الشخص ده اسمه احمد عامر، هسيب لكم اللينك بتاع رابط السيره النبويه واسمعوا له كل فيديوهاته عامه. فبقيت كل ما اروح الشغل اخد فيديو عن السيره النبويه، وانا راجع اخد فيديو عن السيره النبويه. ومره واحده دماغي زي ما عملوا، زي ما بيقولوا ايه، اتعمل لها كده فورمات جديد او اتعمل لها ابديت جديد. فبقيت ايه واحده واحده ابتدي اصلي لحد ما بقيت منتظم في الصلاه. وكمان اكتشفت ان في علماء بيقولوا ان هو لو حد مسلم مش بيصلي ممكن ما يكونش اصلا مسلم ويكون كافر، عشان هي الصلاه زي ما بيقولوا عماد الدين. فكره ان الواحد يصلي دي، عارف انت الاحساس اكيد كلنا حسينا بيه، ان انت تكون مثلا مصلي الفجر او مصلي صلاه معينه وخارج رايح حته، بتكون حاسس انت متامن كده ان هو انا قشطه ممكن اموت دلوقتي عادي. فليه ما يكونش عندنا حته العقليه بتاعت قشطه انا ممكن اموت عادي في اي وقت؟ برضو في بوست منتشر بيقول لك انت هتموت في 5 اوقات في اليوم، يا اما بعد الفجر يا اما بعد الظهر يا اما بعد العصر يا اما بعد المغرب يا اما بعد العشاء. فليه ما تكونش مصلي قبلها؟ وبتحس كده ان انت في ذنوب بقى بتقعد تشيلها من عندك. يعني كنت مثلا بسمع اغاني بالسماعات على طول، دايما حاططها في وداني وانا رايح الشغل وجاي من الشغل. مره واحده ما بقتش اسمع اغاني، يعني بس لسه بسمع اغاني بس ما بقتش اسمع اغاني وانا رايح وانا جاي من الشغل. بقيت احط السماعات واسمع السيره النبويه، وبعد ما خلصت السيره النبويه بقيت اخش فيديوهات تانية دينيه بتتكلم بقى عن حاجات كتير، يعني بتخليك تتعمق كده اكتر في الدين. مش بقول ان انا شيخ، بس بقول ان انا شاب عادي جدا ممكن يموت في اي وقت، او كلنا ممكن نموت في اي وقت او اي حاجه تحصل. فهل احنا جاهزين ولا لا؟ كانت دايما مشكلتي، اكتر خوف عندي بيواجهني حتتين: ان انا اموت، خوف الموت ده كنت دايما خايف منه. طب ليه خايفين من الموت؟ عشان احنا مش جاهزين للموت. والتاني حاجه كنت بخاف منها قوي ان هو فكره ان انا اصحى في القبر لو انا ما كنتش موت. يعني مثلا يقولوا ايه ده مات وحصل لي تشخيص غلط ودخلوني القبر وانا اصلا ما كنتش موت، كان ممكن يكون مغمى عليا. فكنت بخاف من الحته دي قوي. ما اعرفش ليه بخاف منها. مش فاكر، كنت اتفرجت على فيديو وانا صغير كان بيتكلم، مش عارف شاف حد طلع من القبر وما كانش مات، قعد 3 ايام في القبر وكل الكلام ده. فكل الكلام ده بقيتش خايف منه، اللي هو فكره ان هو قشطه عادي انا لو موت دلوقتي حصل لي حاجه انا مطمن عشان انا بصلي. يعني سواء بقى طبعا، يعني لو انت بتتفرج عليا مسيحي ايا كان، يهودي ايا كان، يعني اكيد برضو عندكم صلاه وكده فصلي. يعني تاني حاجه عندنا فكره تخش بقى في الحياه بقى، حته المالتي تاسكينج، اللي هو انت بتحب تقول لنفسك انا بعرف اعمل حاجات كتير في وقت واحد. انا بعرف اذاكر وبعرف اسمع اغاني وبعرف امسك الموبايل وانا بذاكر. كل الكلام ده بلح نظريه فاسده افسدتنا كلنا، ان احنا فكره ان احنا بنعرف نعمل كل حاجه في وقت واحد. ودي غلط جدا، بتبعدنا جدا عن هدفنا والتشتت جدا. انت دلوقتي طاقتك 100% وعايز تذاكر مثلا حاجه معينه، فتقعد تقول انا اذاكر دي واذاكر دي واسمع اغاني، طاقتك هتتشتت في كل حاجه. طب ركز في حاجه واحده، ابوس ايديك. يعني انت دلوقتي مش لازم في نفس الوقت، انا بتكلم عامه في نفس الفتره. انت ال3 شهور الجايين مثلا كبدايه السنه بتقول انا هبتدي اتعلم ماركتنج. لو طبعا عايز تتعلم ماركتنج، انا عملت فيديو ممكن تعرفوا ان هو ازاي تعلم ماركتنج وكل الكلام ده. بس انت هتركز في الماركتنج بس، ما تركزش في حاجه تانية غير الماركتنج. ال3 شهور دول او الشهر ده تقعد تركز فيه، هتلاقي نفسك تعمقت فيه اكتر بكتير وانجزت فيه اكتر بكتير ما كنت داخل مع 3 4
حاجات. التشتت ده فعلا سلاح، مش سلاح ايه ده، مرض العصر، مرض العصر. ثالث حاجه ان انت تكلم نفسك بسلبيه، تقعد تقول يا لهوي ده انا زباله، ده انا ازاي عملت كده ومش عارف ايه وبتاع، تقعد تكلم نفسك ان انت مش هتقدر تعمل اي حاجه وكل الكلام البلح ده. طب ليه يعني؟ تفائلوا بالخير تجدوه. ما تكلمش نفسك بسلبيه خالص، عشان ده بيترجم جوه عقلك ان انت شخص سلبي، واحنا كلنا مش بنحب نلعب مع الشخص السلبي. فما تكونش شخص سلبي وتقعد تنتقد كل حاجه قدامك او في نفسك او مع اصحابك كل حاجه، عشان كلنا ما بنحبش الشخص ده، كلنا بنحب الشخص الشكاء البكاء. طبعا ممكن تروح تقعد تحكي مع صحابك، تقعد تقول لهم يا جماعه انا متضايق، بس مش هتقعد تعمل كده لمده سنه سنتين، عمرك كله تقعد تشتكي من احسن لك. جرب كده تشوف في القعده مع اصحابك انت بتقعد تتكلم كتير اصلا ولا لا؟ بتقعد تحكي عن نفسك وازاي عملت مش عارف ايه وازاي عملت ده، دي حاجه وحشه برضه. طب ازاي بقى تقعد تقول لهم ايه ده انا حظي وحش، ده انا مش عارف معيش فلوس، ده انا الشغلانه وحش، ده انا شويه وتلاقي اصحابك بيبعدوا عنك عشان انت بقيت شخص سلبي، وانا مش عايز اقعد جنب شخص سلبي. فبعد اذنك ما تبقاش شخص سلبي. رابع حاجه معانا وهي سارقه العمر، وهي السوشيال ميديا والموبايل والفيديو اللي نتفرج عليه وكل الكلام ده. بس يعني الفيديو عن فيديو بيفرق، يعني ان شاء الله بحاول اكون اللي هو ايه بفيدك في الفيديو ده. فحته السوشيال ميديا دي فعلا بتسرق العمر سرقه بنت لذين. ان انت تقعد تسكرول على اليوتيوب ولا على التيك توك وعلى الانستجرام. خلاف التيك توك ده، يعني شفت قبل كده حد كان بيتكلم بيقول لك ان التيك توك لو انت تفضل تقعد تعمل كده عمرك ما هتوصل للاخر، عمرك ما هتلاقي اخر. مفيش بقى يقعد يقول لك ايه ده خلاص انت ايه مفيش فيديو تاني. يعني زمان على الفيسبوك كنت تقعد تنزل كده وتقعد تدوس على الزرار يقعد يقول لك ايه شو مور. على التيك توك مفيش شو مور، انت تفضل تقعد تعمل كده الى ما لا نهايه، يقعد يجيب لك فيديوهات وانت تقعد تعمل كده، هوب جرعه دوبامين، تلاقي نفسك مره واحده فرحان قوي فيديو الله حلو قوي الفيديو ده، ومره واحده حد يخش يكئبك يا لهوي ايه الفيديو ده، مشاعرك بتبوظ يا مان مشاعرك بتبوظ جدا. ده انت بص دمر نفسك، واحنا مش هنحس بالموضوع ده غير ما نكبر من اللي عندنا كده طاقتنا كلها استنزفت ومشاعرنا كلها استنزفت في الحاجات اللي احنا كنا عاملين نتفرج عليها دي، عشان هي سارقه العمر. انت ممكن تفضل قاعد على التيك توك ساعتين بتتفرج على لايف لحد، ولا بتشوف الفيديوهات لحد، او على الانستجرام او على اليوتيوب. حتى انا برضه كنت قعدت مثلا 4 سنين ولا حاجه اخش اعمل سيرش ازاي اعمل قناه على اليوتيوب، هاو ستارت يوتيوب شانل، هاو مش عارف ايه، هاو وعمري ما نفذت. قعدت سنين وعمري ما نفذت، يعني الحمد لله نفذت دلوقتي اهو، بس قعدت سنين اعمل ازاي اتعلم اسباني، ازاي مش عارف ايه، ازاي ايه، وعمري ما فعلا عملتها. كنت دايما اتعلم اللي هو ازاي، اقعد اشوف فيديوهات عن ازاي، لكن عمرك ما بتبدا في حاجه اللي هو حاجه البراكتيكال بقى، الحاجه اللي هو العمليه. الموضوع ده احنا عمرنا ما بنبدا فيه ونفضل نقعد نضيع وقت وفي الاخر وقتنا ده هو اللي بيروح يا باشا. الحاجات اللي انا كنت فاكر ان انا خلاص ثانويه عامه كنت هبطل اعملها هي المذاكره، ان انت زي ما بيقول لك انت تخرج من عنق الزجاجه. وفعلا دخلت الجامعه وما كنتش بذاكر خالص في الجامعه وجبت عادي مقبول يعني، بس اتعلمت بقى في الجامعه دي ان هو فكره ان انت سيلف ستادي بقى تذاكر حاجه تانية لوحدك على اليوتيوب او على الانترنت عامه. دي فكره جامده موت. ليه؟ انت دلوقتي يا سيدي نفسك تبقى واحد بتاع برمجه، حلو، ودخلت كليه حاسبات ومعلومات او كمبيوتر ساينس والكلام ده كله. هل انت فاكر ان انت هتطلع بعد ال4 سنين دي هتشتغل؟ لا، ما اعرفش بقى ليه. عشان انت عندك ناس وهي في الكليه او ناس اصلا كانت في حقوق ومره واحده لوحدهم قعدوا 4 سنين برضو زيك، او سنتين او 3 او 5 سنين بيذاكروا برمجه مثلا لوحدهم. فانا لما اروح للشركه اقول لهم انا قعدت 4 سنين في الجامعه وخريج مش عارف ايه حاسبات ومعلومات ومعايا يا عم جافا وسي بلس بلس لغتين، لكن واحد تاني معاه قعد 4 سنين معاه بتاع 4 5 لغات او معاه اي حاجه وتعلم لوحده، انا كشركه هاخد اللي اتعلم لوحده. ليه؟ عشان هو عمل حاجه، هو كان في حقوق ومره واحده شفت للبرمجه وقعد يذاكر، فانا هاخده ده عشان انا عارف ان هو لو عطل في حاجه هيخش يتعلمها. لكن بتاع الجامعه ده ما عملش اي حاجه تانية في حياته، ولا شاف كورسات بره ولا عمل اي حاجه. ففكره ان انت تفضل تتعلم دي لازم تحطها في دماغك 1,000,000%. خليك دايما لحد ما توصل للسن 70 وتموت تفضل كل يوم تتعلم. بيل جيتس اللي هو الراجل وورن بافيت اللي هم الناس اللي هم من اغنى اغنياء العالم توب 10 يعني، بيقول لك بيقعدوا بال4 ساعات بيقروا كل يوم ويفضلوا يتعلموا حاجات جديده. طب ليه الناس بتعمل كده مع انهم مليارديرات؟ عشان
العلم بصوا دي عضله اسمها الباي، ودي عضله اسمها اللي هي المخ، والعقل دي برضو عضله محتاج تقعد تتعلم فيها، محتاج تفضل تشغلها، محتاج تفضل تقعد على اللابتوب، على الكمبيوتر، على السايبر، على الموبايل، تقعد تشوف فيديوهات على حاجه انت عايز تتعلمها. ما تعتمدش على الجامعه. انا لو كنت اعتمدت على الجامعه وانا كليه تجاره عربي انتساب في جامعه القاهره ما كنتش هشتغل خالص. يعني كنت هذاكر التسويق والمزيج التسويقي والبقره الارجوانيه ولا مش عارف البقره الحمراء ولا البنفسجيه ايا كان، ما كنتش هعرف اي حاجه عن بقى الماركتنج والحياه اللي بره دي خالص. لكن انا لا، خدت حته تانية ان هو فكره لا ده انا هذاكر انا بقى لوحدي الحاجات اللي انا عايز اذاكرها واتعلمها، اذاكرها بقى من الناس اللي بره بقى في الدول العالم الاولاني زي ما بيقولوا، او اذاكرها من ناس عربيين عادي على اليوتيوب. بس اقعد اذاكر انا لوحدي هيخليك كده دماغك بتعلمك ان انت لو في اي حاجه عطلت قدامك انت هتخش تذاكرها، وساعتها هتنجح عن ناس كتير قوي في قرايبك او ناس صحابك او ناس في الجامعه عنك. لو انت في جامعه معينه وهو ده الكارير بتاعك انت عايز تعمله، ما تعتمدش على الجامعه بس، وخليك روح ذاكر على اليوتيوب، روح خد كورسات بره، خد كورسات اونلاين، خد كورسات في اي حته. المهم تفضل تقعد تتعلم، عشان ده هو ده اللي يخليك تقعد تتقدم. اخر مثال على الحته دي، لو انت مثلا دلوقتي في ليفل واحد، انا بحب قوي حوار الليفلات ده، لو انت في ليفل واحد ونفسك تبقى في ليفل 100، فانت يا عم ممكن توصل ليفل 100 ده في خلال 15 سنه. بس انت لو ذاكرت كل يوم كده تقعد تذاكر على الحاجه دي، في الاخر ممكن توصل له بعد 5 سنين. فهي زي الشورت كات كده للموضوع ده كله. يعني سادس حاجه ان انت تحط في دماغك العقليه ان انا مش هقدر اعمل حاجه. كنت بتكلم مع مديري في الشغل بيقول لي من اهم السكيلز او المهارات اللي انت تتعلمها يا معتز فكره حاجه اسمها الهاي ايجنسي. ايه الهاي ايجنسي دي؟ اللي انت انا قلت لك تعمل حاجه ما تجيش بعديها بيومين تقول لي انا ما عرفتش تعمل الحاجه دي، انت تتشقلب وتعملها. طالما حد عملها انت تعرف تعملها انت كمان. فكره المهاره دي غيرت كده عقليتي، فكره فعلا ان هو الراجل ده عرف يعملها، والناس دي عرفت تجيب مثلا ملايين ومليارديرات، والناس دي مش عرفت تعمل ايه. فانا كمان كمعتز هقدر اعملها امتى؟ دي بقى بتاعتي مع الكورسات ومع السوشيال ميديا وكل الكلام ده، ومع توفيق ربنا في الصلاه وكل الكلام ده. انا كده كده هعملها، انا عارف ان انا هعملها، وطالما انا بجتهد ربنا هيديني. حلو جدا. وفي مثال حلو قوي انا بحب اقوله، ان هو لكل مجتهد نصيب وكل مجتهد مصيب. يعني انت كده كده هتصيب في الاخر عشان انت اجتهدت، سواء بقى والله هتصيب في الدنيا هتصيب في الاخره طبعا اي حاجه. بس انت اهم حاجه ان انت ما تقولش لنفسك انا مش هقدر اعمل الحاجه دي عشان انت ايه؟ انت ضعيف؟ هل انت ضعيف؟ هل الراجل اللي جنبك ده اقوى منك في حاجه؟ هل هو عنده 6 صوابع وانت عندك 5؟ لا عادي، انت عندك 5 وهو عنده 5 وكلنا ولاد 9 زي ما بيقولوا. فهو ليه بيعرف يعملها وانت ليه ما تعرفش تعملها؟ ففكره ان انت تقول انا ما بعرفش اعمل حاجه او انا مش هبدا في حاجه دي عشان ما بعرفش اعملها غلط نهائيا. كلنا نعرف نعمل كل حاجه، طبعا باختلاف ان هو ممكن حد يكون جامد جدا في الرسم، عنده الموهبه دي، واحد انا اقول لك تعالى هتعلم الرسم وابقى اقوى منه، مش شرط، عادي مش شرط اتوفق في الحته دي. بس عامه يعني انت فاهم وجهه نظري طبعا. سابع نقطه والاخيره ان انت ما تسمعش كلام الناس، عشان كلام الناس ده هيموتنا. من الحاجات الحلوه قوي اللي انا مبسوط من نفسي ان انا بعملها، لو انت شفتني في اي فيديو هتلاقيني لابس دايما تيشيرت اسود. كنت انا زمان عندي مرض انا بسميه مرض فكره اللبس، ان انت تقعد بقى ايه تجيب القميص ده وتجيب التيشيرتات دي. كنت مثلا عندي بتاع 30 تيشيرت 40 قميص ومش عارف 10 بناطيل والكلام ده كله، بس الحمد لله ايه طلعتهم يعني. ودايما تلاقيني في فيديوهات لابس اسود، يعني من برضو كنت بعمل فيديوهات من 3 سنين عن البرفانات، كنت برضو بلبس اسود دايما على طول كده، وعندي تيشيرت معين بلبسه او مش عارف ايه. يعني انا ما عنديش تيشيرت واحد اسود، ده الناس لازم تكون عارفه. انا عندي كذا تيشيرت اسود، بس بحب دايما البس اسود. ما بقاش عندي بقى حته اللي هو ايه ده يا لهوي ده القميص ده جامد موت، ده التيشيرت ده جامد موت. لا انا بخش المحل عندك تيشيرتات بيزك سودا بلبسها، وحتى في الشتاء بلبس هودي السودا او تيشيرت اسود عادي نص كم زي ده وعليه جاكيت اسود، ما بغيرش. انا مش بتاع اللي هو ايه ده يا لهوي الجاكيت ده جامد قوي وبتاع. ده ياخدنا لحته ان انت اصلا بتوفر جدا. تاني حاجه انت ما تسمعش كلام الناس. والله بقى عندي بقى حته العضله اللي هو لو حد قال لي رايه خلاص رايك على راسي، بس يعني مش هنفذه، مش بتاعتك فاهم، دي بتاعتي انا. فما تسمعش كلام الناس في اي حاجه، شوف انت نفسيتك بتقول لك ايه، ودايما اعمل صلاه استخاره حتى لو الحاجات البسيطه. والله العظيم حتى لو الحاجات البسيطه اقعد اعمل صلاه استخاره. لو انت كده محتار ما بين ده وده وعايز تسال الناس، اسال الناس وكمان اسال رب الناس. فده كده الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.